مساء الخير. هنتكلم عن دراما عائلية كده، يعني شغالة دلوقتي على السوشيال ميديا بشكل كبير. قصة أبو زياد كان بعيد عن ولاده نيرة وزياد فترة، ولما رجع لقاهم كانت فرحة كبيرة، بس يعني الفرحة دي ما تكملتش. للأسف دخل قلبه قلق كبير قوي ناحية بنته نيرة، وبقى عنده شكوك إنها ممكن تكون اتعرضت لأذى أو عنف. وفي نفس الوقت بالظبط بنشوف في حتة تانية خالص في نفس العيلة صلح ولم شمل. حاجة غريبة قوي، خلينا نحاول نفهم كده إيه اللي بيحصل بالظبط. هو اللي مخلي الموضوع ده بالذات معقد إننا فعلا قدام روايتين عكس بعض تماما. يعني نفس الموقف جوه نفس العيلة، والأب أبو زياد بيقول كلام والناحية التانية بترد بشكل مختلف تماما من خلال تصرفات تانية شفناها، زي مثلا موقف ابنه زياد وخاله محمود. بالظبط. فده بيخلينا نسأل، طب إيه الحقيقة بقى اللي بعيد عن الكاميرات والشاشات دي؟ خلينا نبدأ من عند الأب أبو زياد. واضح إنه كان طاير من الفرحة لما قابل ولاده نيرة وزياد بعد غياب، يعني فترة ما كانتش سهلة عليه أكيد. أكيد طبعا. هو وصف اللي شافه، يعني كأب قلقان طبعا. قال تفاصيل، قال شكل وشها مختلف شوية، البندانة اللي لابساها كانت نازلة زيادة مغطية جزء من جبينها ووشها. دي لفتت نظره. وكمان قال إنه لمح زي كدمة زرقاء كده في إيدها. هي تفاصيل ممكن تبان صغيرة، بس بالنسبة له كأب قلقان لا، دي أثارت شكوكه جامد. وبناء على الملاحظات دي وكمان يعني كلام تاني وصل له، طلع أبو زياد باتهام واضح وصريح. اتهم خال الأولاد حسن بشكل مباشر إنه هو اللي ضرب نيرة، مد إيده عليها. يعني هو ربط الواقعة دي بزيارة البنت ليه؟ ده اتهام كبير قوي، يعني تقيل طبعا. والموضوع ده وصل لذروته بقى في رسالة فيديو كانت مؤثرة جدا، وجهها أبو زياد لولاده الاتنين نيرة وزياد. كان بيترجاهم يطمنوه وبيقول كلام قوي قوي. يعني قال جملة زي لو حد نفخ في وشكم وما جبتلكوش حقكم اعتبروا أبوكم مات. يا خبر، كلام صعب طبعا. بيبين قد إيه هو حاسس بالمسؤولية وإنه مستعد يعمل أي حاجة عشانهم. بس في نفس الوقت كان فيه زي نبرة تحدي ليهم، اللي هو إيه؟ اتواصلوا معايا، أكدوا لي أو انفوه. ده غير كمان إنه دخل في منطقة تانية خالص. اتهم الطرف التاني في العيلة بالاستغلال المادي، وإنهم عايشين بفلوس ممكن تكون من مصادر مش تمام. يعني هو لمح لحاجات زي البيتكوين ومراهنات. ده تصعيد كبير على كل المستويات. بالظبط. الغريبة بقى إنه في نفس الوقت اللي الأب بيصعد فيه بالشكل ده وبيوجه الاتهامات القوية دي، بنلاقي رد فعل مختلف تماما بيظهر من الجانب التاني، بينكر الموضوع ده تماما. تمام كده. وهنا بقى ندخل على الموقف اللي حصل في ستوري عند خال الأولاد التاني محمود كان فاتح أسئلة عنده، وحد سأله سؤال مباشر وواضح: هو فعلا حسن ضرب نيرة؟ أيوة، واللي حصل هنا كان ملفت قوي للنظر. محمود جاب زياد ابن أبو زياد نفسه جنبه في الفيديو وسأله أو أشار للسؤال اللي اتكتب ده، وزياد رد إزاي؟ هز راسه بلأ. هز راسه بالنفي قدام الناس كلها. يعني الابن بنفسه اللي أبوه بيوجه له الكلام وبيحاول يوصله بينفي الاتهام اللي أبوه وجهه لخاله حسن. دي حاجة تحط علامة استفهام كبيرة فعلا جدا. والموقف ده بيبين لنا قد إيه الأولاد دول نيرة وزياد يعني محطوطين في موقف صعب قوي. صعب جدا. الأب من ناحية وعائلة الأم من الناحية التانية. ده أكيد عمل عليهم ضغط نفسي مش طبيعي. أكيد طبعا. اللي بيزود الحيرة أكتر بقى هو إن الأزمة دي بتحصل في نفس الوقت اللي بنشوف فيه بوادر صلح بتحصل في جزء تاني من نفس العيلة. دي النقطة التانية المهمة. شفنا محمد حورات حاجة سعدية بيظهروا فجأة كده في لايف على تيك توك مع مين؟ مع محمود وآلاء، والأجواء كانت هادية جدا وفيها كلام عن لم الشمل وإنهم ينسوا الخلافات القديمة. إزاي ده يحصل في نفس التوقيت اللي فيه أزمة تانية بتغلع بين الأب ونفس العيلة؟ فعلا ده تناقض عجيب جدا. يعني نار بتقوم في حتة ومية بتطفي نار قديمة كانت قايمة في حتة تانية جوه نفس البيت الكبير، لو اعتبرنا العيلة كلها بيت واحد. حاجة تخلي الواحد يفكر. بالظبط. وبعيد بقى عن مين صح ومين غلط في القصة دي دلوقتي، مهم كمان نفكر في دور الأب عموما على المدى الطويل. يعني نيرة بنت وبتكبر وهتدخل مراحل جديدة في حياتها، ممكن ارتباط، جواز. وجود الأب ودعمه وسنده في مراحل زي دي بيكون له وزن اجتماعي ونفسي كبير، بغض النظر بقى عن أي خلافات تانية موجودة. صح، وجود الأب مهم. أكيد.
يبقى احنا كده الملخص إننا قدام صورة متلخبطة خالص. رواية الأب أبو زياد اللي مليانة قلق وغضب واتهامات مباشرة وخطيرة جدا، وفي المقابل في رواية تانية ضمنية كده بتبان من نفي الابن زياد ومن محاولات الصلح والهدوء اللي بنشوفها في أجزاء تانية من العيلة. طب الحقيقة فين بقى وسط كل ده؟ وهنا بقى السؤال الأهم يمكن اللي نسيبه للناس تفكر فيه، لحد فين الصراعات العائلية دي اللي بتتلعب قدام الناس كلها على السوشيال ميديا ممكن تغير في شكل الحقيقة أو تخفيها أصلاً؟ وإزاي ممكن حد يعرف أصل الحكاية وسط كل الروايات المتعارضة دي؟ والأهم من ده كله بقى إيه الثمن النفسي اللي بيدفعوا الأضعف في المعادلة دي، خصوصاً الأولاد زي نيرة وزياد في معارك الكبار دي؟ دي أسئلة مهمة جدا وتخلي الواحد يقف ويفكر فعلا. طيب لو الحلقة دي عجبتكم ياريت ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه مع أي حد ممكن يكون مهتم بالمواضيع دي. شكرا جدا لمتابعتكم ونشوفكم في حلقة جاية.